واحد خرج يريد أن يزور عمته يصل رحمها، وكان في جيبه بعض المال، يعني طلب منه أن يتصدق به على من يحتاج الصدقة. فهو العادة أن الطريق إلى دار عمته هذه الطريق، فعن له أن يسلك طريقا غيرها ما فيها كثرة الإشارات وهذه الإشارات الحمراء. فسلك تلك الطرق وبدأ يدخل في أزقة، فإذا بزقاق من تلك الأزقة فيه أشغال، فتوقف. لما توقف التفت فإذا بحارس على تلك الأزقة، شيخ كبير في السن كذا، فدعا قال فجاء هذا أقبل إليه فأخرج بعض المال، شيء قليل من جيبه وأعطاه. لكن نظر إلى المال، ذاك لم يجي سائلا، جاء مسؤولا، هو دعاه صاحب السيارة، هو دعاه. لما نظر إلى المال قال له جزاك الله خيرا، فأنا مقبل على عملية جراحية أحتاج مالا ما عندي له. التفت إليه وأدخل يده في جيبه وأعطاه كل المال الذي كان طلب منه يتصدق به وانصرف. فعرف بعد ذلك سبب تغيير الطريق، وأن الرب سبحانه ساقه في هذه الطريق لأجل أن يوصل ذلك المال لذلك الإنسان. ألم يكفي ربنا سبحانه ذلك العبد يسخر له إنسان لا يعرفه ليغير طريقه المعتاد، ليبلغه ما ويضعه في يده وينصرف؟ أليس الله بكاف عبده؟